فيلم ذا ماسك اوف زورو. بتبدأ أحداث فيلمنا سنة 1821 في المكسيك، وبتكون تحت الاحتلال الأسباني. فبنشوف سكان الولاية معتصمين قدام قصر الجنرال رافائيل. بنشوف طفلين مستخبيين، أليخاندرو وخواكين. فبيدخل عليهم شخص وبيطلب منهم يمشوا قبل ما الجنود يشوفوهم. فأليخاندرو قال له إن هم قاعدين مستنيين زورو، وبيكون زورو بطل شعبي. فبيخرجوا وبيقابلوا كاهن الكنيسة وبيطلب منهم يستخبوا في الكنيسة. بعد كده بنتعرف على دون لويز، وبنعرف منه إن السلطة الأسبانية طلبت من رافائيل يرجع أسبانيا، وقال له إن سانتا أنا قرب من الحدود ولازم يمشي من القصر. فالجنرال رافائيل اداله ملف فيه ورق، وبعدها امر الجنود تخرج الاطفال من ساحه القصر علشان ينفذ حكم الاعدام. فحاول واحد مغطي وشه انه يخرج اليخاندرو من الساحه، بس بيرفض انه يخرج. فبص للراجل وعرف انه زورو. فاليخاندرو راح لخواكين وقال له ان هو شاف زورو. بنشوف بعد كده جنود رافائيل واقفين علشان ينفذوا حكم الاعدام. فجاه بيظهر زورو وشد منهم بالبندقيه وخلاهم يضربوا نار على قائدهم. فالجنود بتيجي